بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب اللغة العربية من الناطقين بلغات أخرى. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نحن سنبدأ معا شرحا لسلسلة العربية بين يديك من المستوى الأول بإذن الله، المرحلة المبتدئة، يعني للمبتدئين من طلاب العربية بين يديك الناطقين بلغات أخرى. وسنشرح هذه سلسلة العربية بين يديك، وهي سلسلة صادرة عن مؤسسة العربية للجميع. وسنبدأ بالوحدة الأولى، وهي بعنوان التحية والتعارف. هذه الوحدة اسمها يظهر معنا في الصورة، يعني اسم هذه الوحدة يظهر معنا في الصورة التحية والتعارف. ماذا نرى في الصورة؟ نرى رجلا يسلم على رجل آخر. عندما يسلم رجل على رجل آخر يبدأان أولا بالتحية، يعني هو يبدأ أولا بالتحية، يقول السلام عليكم، هذه التحية. ثم بعد ذلك التعارف. كيف هذا التعارف؟ أنت تقول اسمي علاء، ما اسمك؟ هو يقول اسمي خالد، اسمي سعيد، اسمي خليل، فهذا نقول اسمه تعارف. فنبدأ معا إن شاء الله الوحدة الأولى، والتي هي بعنوان التحية والتعارف، ونبدأ فيها الحصة الأولى. الحصة الأولى كما نرى، أكرر الصورة التي أمامنا هي معنى كلمة التحية والتعارف. تحية السلام عليكم ورحمة الله، التعارف أنك تقول اسمك وهو يقول اسمه. نبدأ الحوار الأول معنا في هذا المستوى. أقول لك انظر واستمع ثم أعد بعد ذلك، يعني يمكنك أن تستمع إلى الحوار مرة أخرى وتعيد أو تعيد الكلام مرة أخرى خلفه. طيب، طبعا الصورة هنا تعبر انظر، استمع، أذن، أعد، يعني تكرر مرة أخرى. طيب، ننظر معا. الحوار يكون بين خالد وبين صديقه من؟ خليل. فخالد قال السلام عليكم، خليل وعليكم السلام. ما هذا؟ السلام عليكم وعليكم السلام، هذا تحية، هذا تحية. طيب، خالد يسلم على خليل، يقول السلام عليكم وعليكم السلام. خالد ماذا قال؟ اسمي خالد، ما اسمك؟ لاحظ معي في هذه الكاف ك التي عليها فتحة. اسمي خالد، ما اسمك؟ فماذا قال خليل؟ اسمي خليل. قلنا السلام عليكم وعليكم السلام تحية. عندما قال خالد اسمي خالد، ما اسمك؟ قال خليل اسمي خليل. ما هذا؟ أحسنت، هذا تعارف، هذا تعارف. ثم بعد ذلك الحوار. كيف حالك؟ ماذا قال خليل؟ بخير والحمد لله. فسأل خليل وكيف حالك أنت؟ ماذا قال خالد؟ قال بخير والحمد لله. فهذا حوار فيه تحية وفيه تعارف. نقول الحوار مرة أخرى كاملا. السلام عليكم وعليكم السلام. اسمي خالد، ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. لاحظ معي أن الحوار هنا بين خالد وخليل. خالد وخليل مذكر أم مؤنث؟ رجل أم امرأة؟ بنت ولد؟ نقول خالد وخليل مذكر، رجل ورجل، ولد وولد، هذا مذكر. لو ذهبنا الآن إلى الحوار الثاني،
إلى الحوار الثاني، ثم بعد ذلك نشرح بإذن الله الحوارين معا. طيب، الحوار الثاني لاحظ معي أيضا فيه انظر واستمع وأعد. حوار هنا بين من ومن؟ خولة ومن؟ خديجة. خولة ومن؟ خديجة. خولة بنت امرأة مؤنث، وخديجة بنت امرأة مؤنث. خولة قالت السلام عليكم، خديجة وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما هذا؟ السلام عليكم وعليكم السلام تحية. أحسنتم. نذهب إلى الجزء الآخر وهو التعارف. خولة تقول اسمي خولة، ما اسمك؟ لاحظ معي عندما كنا في المذكر مع خالد وخليل كنا نقول ما اسمك، كاف فتحة. أما هنا نقول الحوار مع المؤنث ما اسمك، كاف كسرة. فماذا كسرة؟ كاف وتحتها كسرة. قالت خديجة اسمي خديجة خولة، كيف حالك؟ خديجة بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ ماذا قالت خولة؟ بخير والحمد لله. نقرأ معا الحوار مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. لاحظ معي هنا عنوان الوحدة التحية والتعارف. التحية عندما نقول السلام عليكم وعليكم السلام. التعارف اسمي فلان، ما اسمك؟ هذا المذكر هو يقول اسمي علاء، اسمي خالد، اسمي خليل. طيب، كيف للمؤنث؟ أنا أقول أيضا مؤنث السلام عليكم وعليكم السلام، لا يوجد هنا مشكلة، مثله بنفس الطريقة. ولكن عندما تسأل عن الاسم تقول ما اسمك، كاف كسرة. في المذكر نقول ما اسمك. في المذكر نقول ماذا؟ نقول ما اسمك. طبعا كيف حالك؟ مذكر مؤنث؟ من يقول نعم مذكر. نقول مذكر هذا كيف حالك، هذا مفردات. كيف حالك؟ مذكر مؤنث؟ نعم هذا للمؤنث. جيد جدا. انظر معي واستمع وأعد. أنت مذكر مؤنث؟ انظر معي كسرة مؤنث. جيد. أنت. طيب، أنت لدينا فتحة هنا. أنت هذا نقول أنت هذا الضمير للمخاطب، يعني أنا أشير إلى شخص أقول له أنت. طيب، إلى البنت إلى المؤنث أنا أقول أنت. فمع الرجل مع المذكر نقول أنت، مع المؤنث أو المؤنثة نقول أنت. جميل. طيب، أيضا لو أنا أريد أن أسأل مذكر ماذا أقول؟ ما اسمك؟ هذا مذكر. طيب، مع المؤنث أو المؤنثة أريد أن أسأل بنتا أو أسأل امرأة، أسألها أقول لها ما اسمك. إذا مذكر ما اسمك، مؤنث ما اسمك. هذا جيد. أنا أرجو ألا نقول ما اسمك، يعني يجب أن نقول ما اسمك، لأن الألف هنا هذه الألف نقول اسمها ألف وصل، لا ننطقها بين كلمتين. فأقول ما اسمك ليس ما اسمك. أقول ما اسمك، ما اسمك ليس ما اسمك. فالصحيح نقول ما اسمك، ما اسمك. جيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نذهب الآن إلى تدريب قصير. صل بين العبارة والصورة المناسبة. فالعبارة
هي معنى ما اسمك. أين الصورة المناسبة لها؟ نعم هذه هي الصورة، هذا مذكر. ما اسمك؟ أين الصورة المناسبة لها؟ نعم هذه هي الصورة المناسبة لها. فهذا صورة تعبر، أو هذه صورة تعبر، أو فيها امرأة تتكلم مع امرأة، أو تسأل بنت تسأل بنتا تقول لها ما اسمك. هنا ولد أو يسأل ولدا ويقول له ما اسمك. وما زلنا مع التدريب الأول، صل بين العبارة والصورة المناسبة. انظر معي هنا، رجل يشير إلى رجل، هو يريد أن يقول له أنت أو أنت. أنت مذكر أم مؤنث؟ مذكر، نعم جميل. وأنت مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. إذن هنا هذه الصورة يناسبها الضمير أو كلمة أنت. هنا نشير أو نفعل توصيل أو نصل بين أنت وهذه الصورة. هنا هذه البنت أو هذه المرأة تشير، هي تفعل هكذا بيدها، هي تشير إلى بنت أو البنت الأخرى، فهنا نقول أنت. هذه الكلمة مناسبة لهذه الصورة لأن أنت مؤنث، وهذه الصورة أيضا هي مؤنثة. طيب لو ذهبنا إلى الجزء الثالث أو ما زلنا في التدريب الأول أيضا، وفيه تعبير كيف حالك. أيضا لدينا كيف حالك. التعبير كيف أو العبارة كيف حالك مذكر أم مؤنث؟ نتذكر معا أن حالك كاف، هذا مذكر. إذن ما الصورة التي فيها مذكر؟ نعم هذه الصورة الثانية. والتعبير الثاني كيف حالك مذكر أم مؤنث؟ حالك هنا موجود كسرة، إذن هذا مؤنث. نحن درسناه في الحوارين الماضيين. كيف حالك؟ هذه الصورة فيها بنت تسلم على بنت وتتكلم معها فتسألها كيف حالك. كيف حالك مناسبة لهذه الصورة الأولى، وكيف حالك مناسبة للصورة الثانية، وهذا لأن فيها رجلين وهذا مذكر، ولذلك نقول كيف حالك. طيب لو ذهبنا الآن إلى التدريب الثاني بعنوان أجب، يمكنك أنت الآن أن تجيب السلام عليكم، ما اسمك؟ أنت تجيب وتذكر اسمك. كيف حالك؟ ثم تقول أنت اسمي، ممكن تقول عمر، اسمي يعني عباس، اسمي سعيد. السلام عليكم، ما اسمك؟ هذا مذكر أم مؤنث؟ هذا مؤنث، فهي تقول اسمي فاطمة، اسمي خديجة، اسمي خولة. كيف حالك؟ الجواب، هل الجواب هنا مذكر ومؤنث؟ لا. كيف حالك؟ أنا أقول الجواب بخير والحمد لله، المذكر يقول بخير والحمد لله، والمؤنثة تقول بخير والحمد لله. طيب اسمي، هي ممكن تقول اسمي خولة، اسمي خديجة، اسمي فاطمة، هذا للمؤنث. نذهب الآن إن شاء الله إلى الحوار الثاني، والحوار الثاني أيضا سنأخذ فيه المذكر ونأخذ فيه المؤنث بإذن الله. انظر واستمع وأعد. محمد، حوار بين محمد وشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاحظ معي، أسألك سؤالا، السلام عليكم وعليكم السلام، ما اسم هذا؟ تحية أم تعارف؟ نعم هذا تحية، بارك الله فيكم. طيب محمد بدأ يسأل ويقول من أين أنت؟ هنا بدأ ماذا؟ التعارف، من أين أنت؟ فقال شريف أنا من باكستان، أنا من باكستان، وباكستان هي بجانب الهند. محمد قال
هل أنت باكستاني؟ انظر هنا، باكستان باكستاني. ما نسميه، ماذا نسميه هذا؟ فهذا نسميه جنسية، وسنعرف الآن. قال شريف: نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ ماذا قال محمد؟ أنا تركي، أنا من تركيا، أنا تركي، أنا من تركيا. فهنا تحية، السلام عليكم. وعليكم السلام. بدأ التعارف. من أين أنت؟ أنا من باكستان. عندما تقول بلد باكستان، الهند، مصر، تركيا، فأنت تقول أنا من باكستان، أنا من الهند، أنا من تركيا. جميل. طيب، كيف تقول جنسية؟ كيف تقول جنسية؟ ماذا جنسية؟ تقول باكستاني. ماذا نضع ياء وشدة، ياء وشدة. أنت تقول باكستاني، هذه نسميها جنسية. طيب، تركيا تركي، مصر مصري، الهند هندي، السعودية السعودي، أو ممكن نقول سعودي. جيد. فالبلد نضع فيها ياء وشدة، هذه جنسية، هذه جنسية. طيب، سنعرف الآن هذه جنسية للمذكر. وما جنسيتك أنت؟ سنعرف بعد قليل في الحوار الثاني، أو الحوار الثاني باء، الكلام فيه عن المؤنث. الآن هنا في هذا الحوار لدينا تحية ولدينا تعارف، وفي هذا التعارف الكلام عن البلد والجنسية. من أين أنت؟ هذا بلد، أنت تسأل عن بلد، فتقول الجواب أنا من باكستان، أنا من مصر، أنا من الهند، أنا من تركيا. طيب، كيف السؤال عن الجنسية؟ وما جنسيتك أنت؟ ما جنسيتك؟ هذا سؤال عن الجنسية. كيف الجواب؟ هو قال، محمد قال أنا تركي، هذه تركي جنسية، والبلد تركيا. تركي، أنا تركي، ياء وشدة، هذا مذكر. أنا من تركيا، نقول البلد تركيا. السؤال عن البلد من أين أنت؟ السؤال عن الجنسية ما جنسيتك؟ طيب، نقرأ الحوار معا مرة أخرى كاملا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي، أنا من تركيا. جميل. طيب، أنا أسألك سؤالا، من الباكستاني؟ هذا أم هذا؟ نعم هذا باكستاني، هذا شريف. ومن التركي؟ هذا هو التركي. نعم هذا محمد. جزاكم الله خيرا. نذهب الآن إلى الحوار الثاني باء. طبعا أخيرا قال شريف، ماذا قال؟ أهلا وسهلا. بعد أن حدث التحية والتعارف يمكن أن تقول أنت أهلا وسهلا. تقول ماذا؟ أهلا وسهلا. هذا سيتكرر معا إن شاء الله، أو معنا إن شاء الله في الحوار الثاني باء، وهو خاص بالمؤنث. حوار بين من ومن؟ مريم وزينب. حوار بين من؟ مريم وزينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. زينب تقول وعليكم السلام. سألت مريم من أين أنت؟ قالت زينب أنا من مصر. مريم هل أنت مصرية؟ زينب نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ قالت مريم أنا سورية،
أنا من سوريا. أنا سورية. أنا من سوريا. قالت زينب أهلا وسهلا. لاحظ معي هنا مع المذكر كنا نقول من أين أنت؟ أنا من مصر. أنا من تركيا. أنا من باكستان. طيب مع المؤنث نقول من أين أنت؟ مع المؤنث أنا أسأل وأقول ما جنسيتك أنت؟ ما جنسيتك أنت؟ نقول هي قالت مريم تقول أنا سورية. طيب لو أنا أسأل مذكرا شخصا، أسأل رجلا أقول له ما جنسيتك أنت؟ سيقول ماذا؟ أنا سوري. نفهم من هذا أن الجنسية مع المؤنث نكتب أو نضع ياء وشدة مع تاء مربوطة. ياء وشدة مع تاء مربوطة. طيب مع المذكر لا نضع التاء مربوطة. لا نضع التاء المربوطة. فالمذكر مصري، المؤنث مصرية. المذكر سوري، المؤنث سورية. المذكر تركي، المؤنث تركية. هندي، هندية. ياباني، يابانية. باكستاني، باكستانية. روسي، روسية. جيد. إذن في المذكر ياء وشدة. في المؤنث مع الجنسية مع المؤنث ياء وشدة مع تاء مربوطة. ياء وشدة مع ماذا؟ مع تاء مربوطة، مثل كلمة مصرية، سورية. طبعا الجواب أو التعبير أو العبارة أهلا وسهلا هذه عبارة جيدة نسميها عبارة ترحيب. نسميها عبارة ماذا؟ ترحيب. إذن أنا عندي تحية، السلام عليكم وعليكم السلام. تعارف، ما اسمك؟ من أين أنت؟ ما جنسيتك؟ ترحيب، أنت ترحب به، تقول له أهلا وسهلا، تفضل. هذا نسميه ترحيبا. نسميه ماذا؟ ترحيبا. جيد. طيب نذهب الآن إلى المفردات الخاصة بهذا الحوار. طيب المفردات هنا ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ ما الجنسية هنا؟ هو البلد باكستان، إذا الجنسية تقول باكستاني. أنا أقول باكستان. ما جنسيتك؟ باكستان. باكستاني، هذه الجنسية. نقول ما جنسيتك؟ باكستان، باكستاني. طيب انظر معي في المفردات. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ تركيا، تركيا. تركي، تركيا، تركي. جيد. مع المفردات أيضا أنا، أنا مصر، مصرية. هذه جنسية بالمؤنث، جنسية بالمؤنث. أقول مصرية، وممكن نضع تنوين بالضم مصرية. نذهب الآن إلى بقية المفردات لدينا. أنا أيضا هذا ضمير، أنت تتكلم تقول أنا، ضمير متكلم، ضمير متكلم. أنا مذكر، أنا مؤنث. سوريا هذا بلد، ممكن نقول سورية، ولكن نقول سوريا هذا أسهل. والجنسية نقول سورية، سورية، أو بالتنوين بالضم سورية،
سورية. لاحظ معي الجنسية فيها شدة وفتحة، أو فيها شدة ومع ياء معها شدة، وكذلك تاء مربوطة. طيب الآن لو ذهبنا إلى هذا التدريب نقول صل بين الكلمة والصورة المناسبة. أنا عندي صورة رجل ويبدو أنه يعني من باكستان، وهنا خريطة كلمة باكستان وباكستاني. إذن كيف الحل أو كيف نقول الجواب؟ باكستان هنا بلد مع الخريطة، باكستاني مع الرجل. مع من؟ مع الرجل، جنسيته هو باكستاني، أما البلد باكستان. مصر هنا صورة رجل وهنا خريطة مصر، عندي كلمة مصر بلد ومصري جنسية. جميل، هذا رجل مصري، هذه الخريطة هي لمصر، مصر بلد. جيد. صل بين الكلمة والصورة المناسبة. لدينا رجل ولدينا خريطة سوريا هنا الخريطة، البلد سوريا، أما هذا الرجل هو سوري، هذه جنسية، هو سوري. طيب لدينا رجل وبلد، أين البلد؟ تركيا. أين الرجل ومعه جنسية؟ تركي. نقول ماذا؟ تركي. فتركي جنسية لهذا الرجل، فأقول هو تركي. من أين هو؟ من تركيا. هو سوري. من أين هو؟ من سوريا. جيد. فالبلد نقول هو من. أما مع الجنسية نأتي باسم البلد ونضع معها ياء شدة، فأنا أقول سوري، تركي، مصري، سعودي، باكستاني، هندي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. أرجو أن أكون قد أفدتكم وأن تكونوا قد استفدتم معنا في قناة Arabic Students Gate. أرجو أن تتابعونا، أرجو أن تشتركوا معنا في هذه القناة حتى يصلكم كل جديد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.